صممت على قرار الانفصال علشان تكمل تعليمها. أشرف كان هياخد ابنه ويمشي، واتنازلت علشان ابنها في آخر لحظة. مسكوا في بعض لحد ما سمورة حماته اتدخلت. كواليس أزمة مريم وأشرف، يا ترى إيه اللي حصل؟ وهل انفصلوا بسبب دراستها؟ وهل مش هتكمل تعليمها؟ ومفاجأة عن شروطه علشان ترجع البيت. اشترط عليها ما تكملش تعليمها علشان ترجع بيتها، ورفضت تتنازل علشان ابنها، وصممت على الانفصال لحد ما ينفذ طلباتها وتدخل الكلية اللي هي عايزاها. مريم وأشرف في ورطة، يا ترى ايه اللي حصل وليه طلبت الانفصال ومش عايزة تكمل معاه؟ مريم أخدت قرار مصيري في حياتها إنها عايزة تدخل الكلية بتاعتها، وهي تربية رياضية، وكانت بتنزل ليل نهار للمحاضرات، وكانت بتيجي على بيتها، وكان بيحصل مشاكل. وأول ما جابت ابنها مالك والوضع اختلف، وأشرف ما بقاش عايزها تروح الجامعة، وهي فضلت ماسكة في قرارها حتى ولو وصل للانفصال، لأنها عايزة يبقى معاها شهادة علشان خاطر ابنها يفتخر بيها أما يكبر. وبعد ما صمم على قراره، سابت البيت وراحت لحماته سمورة لحد ما يلين ويوافق على طلباتها، وكل ده علشان ترجع البيت وسط جوزها وابنها، والمية ترجع لمجاريها. بس مريم مش قادرة تتنازل عن قرارها، وعايزة تكمل الكلية بتاعتها، ولكن أشرف حلف وصمم إنها هتوصل للانفصال. فمريم استسلمت ورفعت الراية البيضاء وكلمته وجي جريء، وتفاجئ باللي مريم عملته بإنها قدمت خلاص على الكلية بتاعتها وهتكمل وهتدخل العام الدراسي الجديد. فكان رد فعله صدمة، هاخد ابني وخدوه مني في المحكمة طالما مريم هتمشي كلامك عليا. ومريم وقتها رجعت لورا وفضلت متنحة، وبعدها رودينا اتدخلت وقالت له ما تقدرش. قال لها أكيد لأنه محتاج مريم أكتر مني دلوقتي. وفضل الكلام رايح جاي، وسمورة واقفة في النص مش عارفة تبقى في صف مين. ولكن في النهاية أشرف اشترط على مريم مفيش مروح لكلية تربية رياضية مهما حصل، ولكن وافق على أي كلية تختارها تانية وما فيهاش تعب ولا فيها محاضرات وحضور، لأنها كده هتأثر معاه ومع ابنها مالك. وده السبب اللي خلى أشرف رافض الفكرة تماما. بس أشرف ما هنش عليه مريم خالص وصالحها، وقال لها انت الكل في الكل، وبس راسها وقال لها هترجعي تنوري بيتك مرة تانية. مش بس أشرف اللي ليه شروط، كمان سمورة صممت إنها ما تروحش معاه إلا لما يوعدها إنها تكمل تعليمها في أي كلية تانية أو معهد، ومش شرط تربية رياضية. وفعلا وافق ووعد مريم بكده، وأخدها وروح بيها هي وابنها مالك، والفرحة ما كانتش سايعاه. واعتذر لها وقال لها مش كل شوية تسيب البيت وتمشي، وإن ده غلط، وإنه ما بيحبش إنها تسيب البيت كل ما تزعل. وما فيش كام ساعة ونزلت صورة مريم خارجة هي وأشرف ومالك، وشكله كده كانوا بيقدموا على كلية جديدة، لأنها اتصورت جنب سور كلية وهي فرحانة. وقالت للمتابعين خمنوا ده سور إيه، وهنا الكل توقع إن مريم خلاص هتكمل تعليمها ودخلت كلية أو معهد مناسب لظروفها. مريم حيرت جمهورها، بس الأكيد إنها كلها أخبار حلوة، وإنها رجعت ودخلت كلية جديدة أو معهد بنفس المواصفات اللي طلبها أشرف جوزها منها، وكانت طايرة من فرحتها بالخطوة الجديدة اللي أخدتها. فيا ترى في النهاية إيه رأيكم في اللي أشرف عمله مع مريم؟ وشايفين إن هو معاه حق يشترط عليها بالشكل ده ولا لأ؟